السلام عليكم. أدري كنت تستغربون من محتوى اليوم، ولا تخافون، هي مجرد حلقة شاطحة شوي، والقناة راح تظل مستمرة على محتواها الأساسي. عموما اليوم راح نتكلم عن أعمال الأبطال الخارقين الغريبة. أظن كلكم دلوقتي عرفتوا واللي ما بيفهمش فيهم يعني إيه محمود الخطيب لبسكم طرح. الموضوع مش موضوع مين معاده فلوس ومين ما معهوش. الموضوع إن فيه نادي راجل بيتصرف في كل وقت في كل موسم تصرفات الرجالة، ما معهوش فلوس معيه فلوس بيتصرف كراجل. بينما الناحية التاني لو معاه فلوس الأرض هو نادي خولي عايز يتركب. والدليل يوم ما الكل كان عارف قبليها ب3 شهور إن فيه سوبر إفريقي. شوف الزمالك عمل إيه، وشوف محمود الخطيب وإعلامه وإدارته وجماهيره عملوا إيه. الصدارة للزمالك وسيراميكا، وخيبتها كونفدرالية. كونفدرالية إيه؟ ده أنا نسيت. اطردوا من دوري 32 في الكاس. يعني الزمالك بطل الدوري وبطل الكاس، وبيراميدز وسيراميكا تاني وتالت. وانتوا عارفين أول وتاني بيروحوا دوري أبطال، وتالت الدوري وبطل الكاس أو وصيفة بيروح كونفدرالية. يعني هتقعدوا إن شاء الله تتفرجوا على الفرق الرجال وتشوفوا تحضروا الغدا لمين الموسم الجاي. مبروك عليك يا بيضة دعم الأسطورة.